ضروري انت كتفرج في شي انمي غتخرج ديك شي حاجه مكروهه ومستفزه كتوقع بالنسبه لكل الاغلبيه فينا ويقدر تخليك ما تكملش الانمي. مثلا الوقيته فاش كانت الانميات العظيمه بحال ناروتو وان بيس بلاك كلوفر كونان مستمرين، بالاخص وان بيس وكونان كتحقدها صاحبي سيمانه انت كتسنى في الاخر كتلقى الحلقه في فيلر ولا اعاده الاحداث. وملي جبدنا الفيلر ضروري ما جبدو خو التمطيط اللي كيخليك حتى كتدخل في الاحداث وكتقرب لشي مدابزه شاعله والاحداث ناضيه شويه كيقول لك الانمي تمنى صاحبي مزروبين راه بشويه هاك شوف لك هاد الشخصيات وكيفاش كيدخلوا في القصه ومن بعد ما تبقاش جوج دقائق للاخر رجعوا للاحداث اللي كانت. اولا تكون سيمانه انت كتسنى حلقه وكتلقى 4 دقائق ولا 5 ديال البدايه كيفكروك بدوك الاحداث اللي دازوا ويزيد على الاوبينيك صافي مشات واحد 6 دقائق ولا 7. داكشي علاش كاع الانميات الطويله بحال كونان وون بيس وقفت حتى جمع 300 حلقه للفوق ونعاود نتفرج فيهم. الرسم السي جي اي شوف هو ما نكروش التمارين اللي كاينه في هادشي الرسم والتحريك والصعوبه والضغط الكبير اللي كيوقع للمخرجين وانيميتور، ولكن شي حاجه سميتها السي جي اي ما كتليقش بالانمي وكتخرج عليه. والمشكله هاد السي جي اي كيتحقق في الانميات الكبار منها اتاك بيرزيرك اجين كينغدوم وواحد ناروتو 17 نسمي ديك الشويه اللي داروا ما عمرني شفتها في شي انمي. ولكن انا مع السي جي اي في حاله وحده الا كانت شي لقطه صعيبه وخاصه الخدمه عاديه، ولكن انمي كامل لا خويا اسمح لي. قوه الصداقه شحال ولات مستهلكه هاد اللعيبه الا فاتت تجمعت في شي انمي قوه الصداقه زائد الكاتب صافي غارب في حالك. كيجي شي واحد مقدر ومتريني شي 500 عام ولا اكثر كيتحدثوا بروش الله حل عينيه ويغلبوا باعظم سلاح في التاريخ الفلاش باك، كيتفكر با امو خوه خالته عمته اللي عامتي ما سول فيها، كيجمع تريكتو كامل ويزيد عليهم تدريبات اللي تعلمهم عند شي شيباني وصافي الله يرحم الشرير. هادشي معروف في انميات الشونين بزاف ولا التكرار كيحققك فيهم، اما تصنيف السنين واقعي ما فيهش هاد التبريش وداك الشي بعقلو. هاد الحاجه ماشي مستفزه ولكن كيبقى فيك الحال. مثلا شي شخصيه مهيبه عندها جوده كتابيه ناضيه كتكون عزيزه علينا وكنتعلقوا بها، كيجي الكاتب كيقول لك صافي جات النهايه ديال هاد الشخصيه. المشكله ماشي هنا وبقات في النهايه كيفاش غتكون ما دار فاش رجعوا بالبلا في الحرب اش مني كيجيش التحالف ولا الكاغي ولا الهوكاغي والو حتى واحد ما قدر عليه. ما يمكنش ننسى ديك اللقطه فاش طاحت الكاغي وقال لهم واش بغيتو نطلق 5 ديال السوسان ولا بلاش. الرعب يا صاحبي. ويجي المؤلف وتيحو بالغدر مع زيتسو الكحل اللي رجع مو كاغويا. وكاين تاكايدو كيفاش الشخصيه بهاد العظمه والهيبه كانت نهايتها زباله ومازال بزاف ديال الشخصيات اللي كانت نهايتها كي الزفت. احداث المستهلكه تقريبا كاع هاد الانميات اللي كتخرج دابا يمكن توقع شنو غيوقع فيها. بطل ضعيف ما عنده لا قوه لا والو كلشي كيتنمر عليه وكيطيح في شي دريه تيتيزا من بعد واحد المده كيطيح في شي سيف ولا شيطان ولا عالم كيخليه عنده اعظم سحر، حياته كتقلب وكيولي محبوب والفتيات وكلشي كيهضر معاه. ولكن واحد الحاجه ما بغاش تفهم ليا، الدريات في الانمي ولاو هما اللي كيزعموا على البطل وكيديروا كلشي حتى من الساك شبان هما اللي كيزعموا فيه. بالربط هاد اليابانيين امجنن واغرب شعب. انا من الناس اللي كيحماقوا على الكوميديا المتميزه اللي كترفع من تقييم الانميات عندي، وحرفيا الكوميديا اللي شفتها في شي انميات ما لقيتها لا في امريكا ولا كوريا ولا حتى بلاصه اخرى. طبعا كنهضر على الكوميديا اللي كتجي في شي وقت مناسب ماشي كتخشى في شي لحظات كتكون كرينجيه وحامضه. على سبيل المثال كيميتسو نو يايبا عندك شي شخصيات كتجيب لك الاستفزاز اكثر من الضحك وماشي غير في كيميتسو. وان بيس ديال دابا الكوميديا في وان بيس سالت من ارك البيك مام. وكاينين انميات اخرى مشهوره بحال ناروتو بلاك كلوفر بليتش ولكن بنسبه قليله مقارنه بالكرينج اللي في الانميات اللي كتخرج دابا. كيخشيو لإيتشي مع الضحك والاوباي وداك الشيء الاخر وانت كتضر واش تضحك ولا تحدي داك الشيء الاخر. الدريات الفرات يا شحال كثار بالاخص في هاد الانميات ديال دابا. لا صافي عيقت خاصني نبدل سميه القناه من اكاغاميا سينادي كاري الانميات الجديده. تحريف تنكر شي حاجه سميتها تبدل في الاحداث على المانغا بالاخص الا كانت شي لقطه ناضيه وكنتسناوها تبان في شي انمي وما كيحطوهاش. ناري كتقول علاش داروا هذا الشيء بحال ديك الكارثه اللي وقعت في نيفرلاند. جاو شي براش عندهم 10 سنين وتجمعوا واتفقوا بيناتهم باش يسبوا في المؤلفه ويتزدوها تبدل النهايه. علاش؟ حيت كانت منطقيه وفيها شويه سوداويه ولا خاصك ترد النهايه سعيده وورزيه. ايوا صافي داكشي اللي بغيتو ها هي خدمت على واحد من افضل الانميات القصيره. بقات واحد الحاجه اخرى جالاني كنديرها براسي كنصح في شي انمي رياضي وكترشق لي نمشي نقلب على شي معلومات ولا اش كيقولوا الناس عليه. واحد السي يوتيوب كيعتقلني في الماكس من الحريق ولا الفيس كتبغي تقرا التعليقات ديال الناس كتصدق حارق على راسكم وحال كاع باقي تكمل الفراجه. واحد الجهله كتكون فيك ما نعاودش ليك. وانا في البدايه ديالي مع التيت نوت تفرجت في شي 6 الحلقه ومشيت شارجيت الحلقه الاخرى منه وتفرجت فيها وكملت الانمي عادي. كيفاش درت ليها الله اعلم. وون بيس الناس كيبداو مني وقفوا في سبيس سورف الاباستا انا لا كندخل ديريكت في اراك الكعكه الكامله وكنبدا نتفرج وما فاهم والو مكمل عادي. مسخوطه تاع نامي صدماتني من الحرام. يا عم قعدك قداشك كيفاش الله يلعن باباك الوالدي. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. بالنسبه للفيديوهات غنبقى نحط لكم فيديو ولا جوج في السيمانه وتقريبا يوميا ولا كل يومين فيديو قصير في الصفحه الثانيه اللي هي هذه ان شاء الله. شكرا بزاف على الدعم الجميل ديالكم.